لا تجزع ولا تشكك إذا ما رأت عيناك هذه البذور تقفز وتمشي وتحفر وتبني. أنت أمام حضرة عجائب بيولوجية لا لبس فيها، تشعرك أن هذه البذور لبعض النباتات والأعشاب كائنات حية لها عقل وتدبير وتفكير، وتعرف متى وأين تتخذ القرار ومكان الاستقرار. بذور الشوفان البري تشبه إلى حد كبير سنابل القمح، تنفصل في الوقت المناسب عن المحور الحامل لها وترتمي نحو الأرض. تستعين برجلين طويلتين تجفان بفعل حرارة الشمس، وما إن يحل المساء حتى تبدأ الرطوبة ببث الحياة في هذه الأقدام التي تنحني بواقع 90 درجة، فتمشي مستعينة بالشعيرات التي تغطيها والمرتبة بشكل حلزوني، باحثة عن حفرة أو صخرة أو شق في تربة تزرع فيه نفسها. الله الذي جعل من هذه البذور الهشة تشق طريقها وحدها نحو الحياة يدهشك خلقه لعجيبة أخرى في بذور من عائلة اللافندر والمعروفة بمنقار اللقلق. مع حلول موعد الطلاق مع الذراع والجيب الحاضن لها تلتوي البذرة بشدة وتستجمع طاقتها، هذه الطاقة التي تقذفها بعيدا كما المنجنيق، لتبدأ مرحلة البحث عن التربة الصالحة لتزرع فيها نفسها، ولكن ذلك يتم بديناميكية مذهلة. الذراع الممتد يجف بفعل الحرارة مما يؤدي إلى التوائه حتى يتشبع بالرطوبة فيعطي حركة عكسية، مما يولد الحركة اللازمة للتنقل وصولا إلى عملية الحفر. هنا تأمل عظمة الخلق بالتفاصيل الموجودة في شكل البذرة التي لا يزيد وزنها على جرام واحد. فالذراع الذي ينكمش ويتمدد يعمل بمثابة المحرك، بينما تمتلك البذرة جسما مدببا تتوزع شعيراته بشكل مثالي يساعدها على المشي نحو الأمام وشق طريقها بسلاسة حتى في التضاريس الوعرة، وينتهي هذا الجسم بخطاف لتثبيتها في التربة أثناء عملية الحفر وكأنها مجرفة صغيرة أو مثقاب، بينما تعلو البذرة ثقوب ثلاثة تضمن تدفق الرطوبة إلى الداخل تحت التراب وتساعدها في عملية الإنبات. لا يفوت العلماء هذه التقنيات المدهشة إلا ويحاولون محاكاتها بيولوجيا، حتى راحوا يطبقون تقنية البذور التي تزرع نفسها على بذور الأشجار الحراجية مثل الصنوبر، من خلال تقليد الذراعين وتقنية الالتواء والانكماش باستخدام الخشب لكونه مادة استرطابية، على أن ينثروها بمساعدة طائرات من دون طيار لإحياء الأراضي بعد الحرائق أو لدعم الحياة الزراعية والبيئية ومكافحة التصحر على مساحات واسعة. هذه الثنائية بين العلم وإبداع الخالق تستحق أن تخطف القلوب والجوارح، فكل شيء حولنا عالم بذاته، وقد يكون حل أكبر المعضلات بأصغر الكائنات.